السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيكمل سلسلة مواقف مرت علينا. موقف النهارده تقريبا كلنا تعرضنا للموقف ده. يلا بينا نبدأ. تخيل كده وانت قبل امتحان اوسكي او قبل امتحان اورال او حتى قبل امتحان عادي، ومرة واحدة حد من صحابك وجه لك جملة: انت متوتر ليه النهارده؟ ما تهدى كده يا ابني. وانت اصلا ولا كنت متوتر ولا في اي اعراض توتر عليك، ولكن بعد الجملة دي ما اتقالت هتبدأ تلاحظ الأعراض بتاعة التوتر عليك. أشهرها أو اللي انت ممكن تلاحظها بسهولة هي إن ضربات قلبك هتبدأ تكون أسرع، معدل تنفسك هيكون أسرع، وإيدك هتبدأ تعرق. ايه اللي حصل هنا؟ هنا بيظهر دور الجهاز السمبثاوي أو sympathetic nervous system، واللي بيشتغل معاه 2 هرمون مهمين جدا، هما الابنفرين أو الأدرينالين والكورتيزول، هما اللي بيكونوا مسؤولين عن أي تغير بيحصل في الوقت ده. طيب الجهاز ده هو وضع الطوارئ في جسمك، بيعلي ضربات القلب، بيسرع التنفس، وبيجهز عضلاتك لو انت في وقت خطر. مش بس بيشتغل في وقت الخوف، ولكن كمان في وقت الحماس والإثارة. يعني الآلية اللي بتخليك متوتر هي نفس الآلية اللي ممكن تخليك متشوق ومتحمس. لكن ليه بدأ يشتغل لمجرد كلمة؟ العقل هنا بقى لعب الدور بتاعه. لما انت سمعت ان انت شكلك متوتر، عقلك وجه الانتباه كله للداخل، بدأت تسأل نفسك: هل انا فعلا متوتر؟ تركيزك راح لضربات قلبك، لنفسك، لإيدك، وده بيخلينا نلاحظ التوتر فيهم. وهنا انت دخلت الدايرة مغلقة. ايه هي؟ ان كلمة خلتك يكون عندك تركيز داخلي، بدأت ان انت تلاحظ الأعراض، معاها شوية شوية زيادة الأعراض، مرة واحدة بقى في توتر حقيقي، وان انت خلقت من الوهم الحقيقة. وده فعلا اللي حصل. توتر ما كانش موجود اصلا بقى حقيقي بسبب ان انت ركزت شوية وبدأت ان انت تفسر ده. وده بيورينا ان الكلمة ممكن تغير مشاعرك وجسمك كله بالكامل. العلم عنده تفسير لده. في علم النفس بيسموا ده self focused attention. يعني لما تبقى مركز زيادة على نفسك بتضخم اي احساس حتى لو بسيط. زي الطالب قبل امتحان اللي احنا لسه قايلين عليه، مجرد ما حد من صحابه قال له: انت مالك متوتر ليه يا ابني؟ اعراض التوتر بدأت ان هي تظهر عليه. تجارب كتير اتعملت اثبتت ان مجرد التنبيه كافي ان هو يرفع ضربات القلب ويزود الاعراض. ومن زاوية فلسفية ده بيخلينا نفكر قد ايه احنا اسرى وعينا الذات. نفس الدقات اللي ممكن تترجمها كقلق هي ممكن تترجمها كحماس. يعني الدقات بتاعت قلبك اللي انت هتسمعها دي هي ممكن تكون قلق وممكن تكون حماس. المثير واحد، لكن عقلك هو اللي بيديله المعنى. طب ايه هي الحلول بتاعتنا؟ مبدئيا اول طريقة في تقنية اسمها grounding. دي طريقة غريبة شوية ولكن لقوها ان هي effective برضه. احنا زي ما قلنا ان احنا كل اللي احنا وصلنا له ده من وهم الحقيقة بسبب تركيز داخلي جوانا. فاللي بيحصل ان انت بدل ما تبدأ تركز على جواك، لا انت تبدأ تركز في حاجة تانية. فقالوا ان احنا نستخدم كل الحواس بتاعتنا عشان نكسر دايرة التركيز بتاعتنا دي، ولكن انت ممكن تركز على حاجة واحدة بس والامر هيبقى effective برضه. طيب التقنية دي بيستخدموها ازاي؟ ان هم هيبدأوا حرفيا ده اللي كان بيحصل، يستخدموا الحواس كلها. فكانوا بيشوفوا 5 حاجات، بيسمعوا 4 حاجات، بيلمسوا 3 حاجات، وبيشموا حاجتين، وبيدوقوا حاجة واحدة. كل ده هم في الأول وفي الآخر عايزين يكسروا دايرة التركيز الداخلي. ولكن انت لو قدرت ان انت تكسر دايرة التركيز الداخلي دي بان انت تركز على حاجة واحدة بس، عادي الأمر هيكون effective برضه. تاني حل معانا وهو حل اسمه بوكس بريثنج. كان بيستخدمه زمان رواد الفضاء والضباط لما كانوا بيحسوا بضغط نفسي. طيب يعني ايه؟ التقنية كانوا بيعملوها كالآتي: ان هما كانوا بياخدوا نفسهم وبعدين بيبقى بقى كالآتي: شهيق 4 ثواني، وبعد كده حبس نفسهم 4 ثواني، وزفير 4 ثواني، وحبس نفسهم 4 ثواني. وده لقوه علميا بيكسر الدايرة بتاعة التوتر المغلقة اللي انت كنت هتدخل فيها. تالت طريقة معانا وهي إعادة التفسير. يعني بدل ما هترد على صاحبك أو من جواك لما انت ركزت كده وتقوله أنا متوتر فعلا، ترد على صاحبك وتقوله لأ أنا متحمس بس. لقوا إن انت لما تبدأ تستبدل العبارات ده بيقلل إن هرمون الكورتيزول يتفرز، وكمان بيحسن الأداء بتاعك. زي ما احنا قلنا برضو
ان الوهم بيبقى حقيقة بسبب ان احنا هنبدأ نركز معاه. فالامر بدأ ازاي؟ ان انت اصلا ما كنتش مركز يعني ولا كان في دماغك، مرة واحدة بدأت تركز من كلمة اتقالت لك ملهاش اي 60,000 لازمة. فده حرفيا اللي بيحصل واللي قاله علم النفس، ان احنا مجرد ما هنركز مع حاجة حتى لو هي مش موجودة ده اللي بيبدأ يظهر معانا في النهاية. فعلشان كده لازم تحاول تشتغل بذكاء كده مع عقلك ومع جسمك وتفهمه. فانت اللي ممكن برضو الجهاز السمبثاوي ده تستخدمه في توتر، برضو ممكن تستخدمه في ان هو يكون في وقت حماس واستعداد. فبس مجرد ان انت تفهم ايه اللي انا لازم اعمله علشان بدل ما اروح للناحية دي اروح للناحية دي، واهو من جملة صغيرة خالص رحت التوتر، ولما عكستها برضو بنفس الجهاز وداك ان انت تكون متحمس ومستعد. جربوا بقى الحلول دي وقولولي هل فعليا الامر كان ناجح معاكم ولا لا. انا عن نفسي جربته والامر كان ناجح جدا بصراحة. يلا سيو يا شباب، السلام عليكم.